صباح الخير، مساء الخير عليكم احبابنا الزينين، ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. اليوم جيت نشارك مع احباباتي وصفه القريوش. واحد الوصفه اكثر من واحد الوصفه رائعه ناجحه، حتى المبتدئين اللي جامي جربوها تنجح لهم. شوفوا البنات، يجي مقرمش، يجي فارغ من الداخل ما شاء الله. غادي نسيي معكم كميه صغيره، ومن بعد البنات كي تجربوها وينتجح لكم الوصفه كبروا الكميه. هنا درت 4 كيلو تاع فرينه. الكيله اللي كيلت بها الدهان هي اللي كيل بها الفرينه. درت غام كان تاع فلون. هنا الفرينه غربلتها شحال من خطره، غربلتها واحد 3 خطرات باش تتهوى، باش القروش تاعنا يجينا خفيف. درت مغرف ملح، درت لافاني، درت 2 مغارف صغار تاع لافاني. وهنا درت ان باكي دو ليفور، كيس خميره الحلوى. هنا نخلط النواشف كلها مع بعض، نخلطهم جيدا. ومن بعد نبدا نضيف الزبده اللي كنت ديجا ذوبتها ونخليها تبرد شويه، مش حتى تجمد، لكن تكون درجه الحراره كما قلت لكم البنات، درجه الحراره تكون معتدله. هنا نبدا نبسس في الفرينه. ندخل الزبده مليح مع الفرينه، نحك الفرينه ما بين يديا باش ما تقعدش الفرينه مكوره. هنا البنات اللي عندها غربال تنجم تفوتها في الغربال. نبسسها مليح مليح. كما راه موضح في لا فيديو. من بعد هنا نجيب نفس الكيله اللي كيلت بها الفرينه والزبده، نكيل بها الماء، ندير فيها الماء وما نعمرهاش كامل بالماء، نخلي واحد ان كار نزيده ما زهر ومغرف تاع خل. ندير الغام كان فيه الماء، نزيد نكمل كما راكم تشوفوا في لا فيديو، نكمل بالماء الزهر، ونزيد نضيف على هذا الخليط مغرف خل. هنا ضفت مغرف خل، ونبدا هنا البنات نلم في العجينه بالماء. هنا البنات ما نديروش الماء كامل، نديرو بشويه ونلموا العجينه ونشوفوا حتى نتحصلوا على قوام تاع عجينه طريه ما تتلصقش في اليدين. هنا البنات انا كبيت الماء ضربه واحده، درت نصفيه الماء، نصف كميه الماء. نتوما ديروا غير بشويه. نلموا العجينه مليح مليح حتى نتحصلوا على عجينه طريه ما تتلصقش في اليدين. ودوك نوريكم كميه الماء اللي بقات لي. هنا البنات الفرينه تختلف من كل نوعيه تاع فرينه، كان اللي تشرب بالخوف، كان اللي ما تشربش بزاف. كما انا الفرينه اللي عندي هذه خفيفه، غير شويه ما بالخوف تتعجن. هنا لميتها مليح البنات، لميتها مليح، تحصلت على عجينه طريه ما تلصقش في اليدين. شوفوا هذه كميه الماء اللي بقات لي، شوفوا كميه الماء اللي بقات لي. هنا جبت بلا، غادي نقسم العجينه الى 4 اجزاء، نخليها ترتاح واحد النصف ساعه، ونعاود نجي نخدمها نورقها. غادي البنات نورقوها كيما نورقوا غادي نخدموها كيما نخدموا لاباط فويتي باش القلوش تاعنا يجي مورق. هنا بعد ما غطيتها العجينه نخليها ترتاح واحد النصف ساعه، ونرجع باش نخدمها معاكم. هنا بعد ما ارتاحت العجينه ندي اول الكره الاولى نبدا نحلها. هنا نحلها على شكل مستطيل، باش هنا البنات نديرها مستطيل باش اللي ما يخرجوليش بزاف لي شوت ونضيع لاباط.
كما راكم تشوفوا هنا راني نورق فيها بالمايزينا. نستعمل مايزينا ونفض نوخر المايزينا الزياده ونروليها كما راكم تشوفوا على 2، ومن بعد نعاود نطويها على 2 كما راه واضح في الصوره. كما نخدموا لاباط فويتي. الكره الثانيه بغينا نخدمها بنفس الطريقه. نديروا المايزينا في بلون دو طرافاي، نحل الورقه تاع العجينه، نحلها بسمك رقيق. تبعوا مليح الخطوات كيفاش ندير التوريق. دائما نستعمل المايزينا وننفض زياده، نطويها من الجهتين، نعاود نطويها للمره الثانيه كيما هكا. نكمل بنفس الطريقه، تبعوا مليح بتركيز. شوفوا البنات كيفاش نطويها. نعاود نزيد المايزينا وننفض زياده، نعاود نطويها على 2. هنا سما راني طويتها 4 مرات. نغطيها نخليها ترتاح، نخليها تاني ترتاح واحد النصف ساعه ونبدا نحل فيها. هنا البنات كي نبدا نحل، السمك تاع العجينه يكون رقيق، ما يكونش رقيق كيما العجينه تاع البقلاوه، وما يكونش خشين بزاف، باش يجينا القريوش تاعنا يجينا مورق ويجينا كروستيون وما يجيش معجن من الداخل ويجي فارغ من الداخل. السمك واحد 2 ملم. هنا البنات تستعملوا باش تجيكم الحبه قد اختها، تبغوا تستعملوا خاصه المبتدئات اللي تبغي تستعمل مسطره تستعمل مسطره. هنا الطول تاع الحبه درت فيها 10 سنتيمتر. العرض درت فيه واحد 8 سنتيمتر والطول درت فيه 10 سنتيمتر. تبعوا معايا مليح طريقه تشكيل القريوش. التشكيل استعملت معكم الطريقه اللي كاع نعرفوها، الطريقه القديمه تاع التشكيل. هنا ندير نقطع الى ندير 4 خطوط او 5. شوفوا البنات هنا معايا مليح في لا فيديو. هنا نبدا ندخل صباعي نخالفهم كيما راكم تشوفوا في الصوره، ونجبد القنت التحتاني ونخرجه. شوفوا نتحصل هكا على شكل ورقه. تبعوا مليح في لا فيديو، طريقه سهله. شوفوا البنات بنفس الطريقه نكمل كاع الحبه تاوعي.
وهنا الزينات الغاليات، بعد ما سخنت الزيت قصت شويه عجينه في الزيت باش نشوف الزيت سخون. هنا النار نديروها متوسطه، ما نخلوش الزيت يحمص بزاف بزاف باش ماشي الكريوش ينحرق لنا ويقعد من الداخل خضر. كي يحمى الزيت نرمو فيه الحبه تاع الكريوش ونديرو على نار متوسطه، نكبو عليه الزيت من الفوق كيما هكا. اللي تبغي البنات تزيد تعمر المقله بالزيت اكثر من هكا تعمر. نبدا نرمي عليه هكا من فوقها الزيت، وكي بدا يحمر شويه نقلبه، نعاود نقعد نقلب فيه حتى يحمر من الجهتين بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الكميه تاعي. كما قلت لكم البنات، الزيت ما نحموهش بزاف حتى ينحرق، ولا نحموه بزاف باش كي نديروا الحبه ماشي تحمر من برا وتقعد خضره من الداخل. نحموه كي يحمى، كي نقيسو فيه طرف عجينه نشوفوا ديك العجينه بدات تنتفخ، نعرفوا بلي الزيت تاعنا سخن، ونديروا النار على نار هادئه كيما هكا باش يطيب لنا من برا ومن الداخل. وهنا البنات لا كولور ديروه دوغي باش من بعد كي غادي نزيدو نعسلو غادي يزيد يتفونصا. وهنا بعد ما كملت تقليته خليته يبرد مليح مليح، وهنا يسخن شويه العسل وبديت نعسل فيه. نعسله مليح، ومن بعد كي نكمل نعسله ندير فوقها نزينه بشويه جنجلان، وهكا يكون القريش تاعنا واجد. والله للبنات وصفه رائعه وناجحه، ما اللي ماشي موالفه دير القريوش تكون تجرب هذه الوصفه تنجح لها بدون شك. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ولا عجبتكم الوصفه خلوا لي ارائكم في التعليقات. كيما راكم تشوفوا حباباتي، ها ولا القريوش تاعنا واجد ما شاء الله. التورق ما شاء الله تقولوا بلا مخدوم بلا بات فويتي، والله الله يبارك ما شاء الله. جا خفيف مقرمش يتفتت غير وحده، مورق الله يبارك. وصفه ناجحه 100%. البنات جربوها وردوا لنا الخبر في التعليقات، وان شاء الله نتلاقوا في فرصه جديده ان شاء الله، ودائما مع جديد. الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه.